سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، ومرحبا بكم البنات. مرحبا بمشتركاتي. هنا كالعاده حطيت لكم الانستغرام الفيسبوك، وحطيت لكم جروب فيسبوك اللي حبت تنضم، وصفحه الفيسبوك تابعه للقناه. هذا هما يعني المواقع يعني اللي راني بيهم، اللي حبت تتواصل معنا ولا تتفضل. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم مئزر تاع الاولاد. نجيبوا البنات واش نحتاجو. انا جبت هاد لي فوطو البنات تاع يعني سبيسيال يلصقوا في الكتان. يعني جبت هاد النوعيه كي شغل القماش، يعني كي شغل الكتان هكذا البنات. هذه هي النوعيه يعني المليحه اللي تلصق ثم يعني حاجه مليحه هكذا. شريتهم ب5000 للوحده. وجبت هاد النوعيه تاع النيلون، نزيدو نسيو ولا عاد يصلح هاد النوعيه اخرى. هنا جبت البي، وجبت هاد القفالي، وجبت الكتان يعني سبيسيال تاع المآزر تاع الذكور يعني لابوبلين. هذا هما يعني واش اشياء اللي نحتاجها. هنا البنات انا نحتاج 60 سنتيم ولا 65 سنتيم. يعني انا احتاجت هنا طول 65 سنتيم. هذا واش احتاجت يعني في المئزر. هنا نطويوها على 4. هنا خلي البنات 3 سنتيم. بعد ما الجهة المفتوحة من هنا خلي 3 سنتيم للأمام جهة الأزرار، وهنا الجهة العلوية للخلف. نبداو هنا البنات نديرو المئزر تاعنا للرقبة تاعنا 6 سنتيم، نهبط ب3. هذه واش نحتاج في الخلف البنات. هنا الخلف. اما هنا البنات نحتاج العرض تاع الكتف 16 سنتيم. هذه تلبس 6 سنين البنات حتى 7 سنين. نهبط 2 سنتيم ميل الكتف ونديرو الخط. هنا البنات نهبط 17 سنتيم. 17 سنتيم. اما كي يكون مئزر كبير البنات زيدوا القياسات. هنا تلبس 6 سنين 7 سنين. نديرو دوران الصدر تاعو 21 سنتيم هكذا 21. ونخدم الابط عادي، نطلع في القرنية ب2 سنتيم كما هي وضحت لكم. ونخدم الحردات تاعنا عادي. يعني هذا المئزر البنات ساهل، يعني ما فيه والو، ساهل خلاص. هنا بعد ما درت الطول قلت لكم البنات انا درت هنا 64 سنتيم. 64 سنتيم. هذا واش نحتاج. وهنا في الاسفل نحتاج 25 عفوا. هنا نحتاج 25 قطعة تاعنا 25. نعينو 25 بالاسفل ونديرو خط. هذا مكان. هذه هي هذا هو المئزر، التفصيلة تاع المئزر تاعنا. يعني ما فيش خدمة يعني بزاف، ولا تقدر اي وحدة تخدمها لبنها يعني، وما تديش سلعة يعني بزاف. هذه هي يعني نفصلوا المئزر تاعنا. هذه هي الطريقة يعني للمئزر. نفصلوا الرقبة تاع الخلف. هذه الرقبة الخلفية البنات. الكتف نفصلوا الكتف كما راكم تشاهدوا. حردة الإبط نكملوا نفصلوا عادي. هنا في الحردة تاع الإبط البنات طلعوا ب2 سنتيم البنات. تجيكم يعني تقويسة سهلة. من الأحسن يعني تولفوا ترسموا بيديكم باش خير ما تولفوا بالمساطير، خاطرش كاين مساطير تاع سبيسيال تاع حردة الإبط. أنا من الأحسن بيديكم خير. هنا بعد ما خلصت البنات نحيو الخلف. هذا الفوقاني الخلف. هنا الأمام. يعني الأمام هنا نحتاجو البنات نهبطو ب7 سنتيم. هنا نقلب القطعة يعني باش اللي ما عرفتش ولا كي نقلبو القطعة تاعنا كيما راكم تشاهدوا نهبطو 7 سنتيم بالقطعة، عفوا 8 سنتيم. نهبطو 8 سنتيم هكذا كيما راكم تشاهدوا. هذه هي يعني الطريقة. الرقبة تاع الأمام. هنا البنات هذو اللي خليناهم تاع القفالي. هنا جبت 2 قطع يعني هذو الجياب من اللي شيت اللي قعدونا يعني. نحتاج 17 سنتيم او 16 سنتيم و19 سنتيم الطول تاعها. تقدروا ديروا حتى 20 سنتيم الطول البنات. نتوما عندكم ديروا 20 سنتيم. هنا نطويو البنات واحد 2 سنتيم ولا، ونجيبوا البي تاعنا
نحطوه. اللي ما عرفتش البنات تخيط قبل القطعة هذه كيما راهي، تخيطها باش يعني تخيط البي. هنا ديروا البنات 2.5 ولا 3 سنتيم، وطبقوا البنات القطعة تاعكم ونخيطوا. واللي خافت ما تعرفش ولا من الأحسن تخيط القطعة الأولى ومن بعد تزيدها القطعة تاع البي من الفوق باش يعني تجيها قد قد. وليت تحب يعني تعرف ولا تسهل على روحها، دير الطريقة هذه، تحط القطعة فقط وتخيط، تزيد خياطة ثانية من الأسفل باش نثبتوا البي هنا مليح وتجي خدمة فينيا كما راكم تشاهدوا. هذه هي يعني تخليو البي يجي يعني هابط. نفس الطريقة الجيب الثاني نحطوا الجيب قدام بعضهم، تحطوها هكذا البنات يجيكم لازم قد قد. هذه هي، ونحطوا البي تاعنا ونكملوا الجيب بنفس الطريقة ونوريه لكم البنات مع بعضها. شوفوا البنات كيفاه جا يعني باهي، جا الشكل تاعو باهي. هنا تقدروا ثاني تلصقوا لي فوطو البنات اللي حبت يعني دير اضافات دير يعني. هنا نجيبوا القطعة البنات هذه اللي جايه لي تجي من الفوق، هذه هي نجيبوا قطعة تاع الامام نطويوها ثاني طويه هكذا واحد 2 سنتيم ونخيطوا البنات. حبيتوا تخيطوا قبل، حبيتوا ديروا البي كيما تحبوا كيما درنا الجيب بنفس الطريقه. انا حبيتوا تخيطوا القطعه تاعكم باش تثبتوا البي، ولا اللي تعرف يعني تدير كيما يعني درت انا. اللي حبت دير لي زيبانجل دير استعملوهم البنات خاطرش راهم يساعدوكم بزاف يعني يعاونوكم بزاف وخاصه المبتدئات. هنا نديروا 2 سنتيم ونحطوا البي تاعنا هكذا. لازم تجي قد قد البنات، ما تجيش وحده جهه ما جهه يعني اكثر من جهه، سيو ديروها قد قد هكذا حتى نكملوا الخياطه الاولى. بعدين نزيدوا خياطه ثانيه كيما خدمنا الجيوب البنات بنفس الطريقه. هكذا خيطت الجهه اللي من هي، زدت عاود خياطه اخرى من هذه الجهه كيما راكم تشوفوا. هنا نجي نخيط الجيوب تاعنا يعني نهبط بواحد 31 سنتيم هكذا، نهبط 31 سنتيم ونحط الجيب تاعي هكذا كيما راكم تشوفوا الصورة يعني توضح. هنا نطوي 1 سنتيم للداخل هكذا ونخيط هكذا، طوي 1 سنتيم يعني للداخل ونخيط الجيب تاعنا. يعني هذا المئزر البنات ولا اسهل يعني ساهل خلاص، ما فيهش يعني ما فيش بزاف تعقيدات يعني. اللي تعرف شوي في الخياطه باك تقدر ديرو. هنا نزيد ثاني 1 سنتيم الاسفل ونخيط. هنا هذه الفتحه نخلي من بعد نغلق بها المئزر يعني جاي في الجوانب هذو البنات، جاي في لي كوتي هذو ما خيطوهاش يعني. واللي حبت تخيطها مش مشكل، تخيطها من بعد جهه يعني سهله. هنا نجي الجهه الاخرى نفس الشيء. هنا البنات ندير ثاني ثني لداخل 2 سنتيم هكذا، هذه نديروها لداخل البنات نثنيوها لداخل 2 سنتيم كيما راكم تشاهدوا. هنا بعد ما خيط 2 سنتيم تاعنا لداخل، هنا من بعد الحديد باك البنات يتنحى هذه التكميشه، وزدت لصقت الجيب ثاني بنفس الشيء. وهنا غلقت الكتفين وسرجيتهم. هنا غلقت الكتاف البنات وسرجيتهم يعني. وهنا نجيب المئزر تاعي كما راكم تشوفوا قلبته يعني هكذا. هنا نجيب البي نخدم به الرقبه. هنا البي تاعنا البنات نخدموا به الرقبه يعني. هذه الطريقه تاع البي سهله يعني ما كانش اللي ما تعرفلوش يعني. الطريقه هذه سهله، ما نخيطوا من الجهه ونقلبوا ما والو. شوفوا يعني ثني 1 سنتيم ونخيطوا البنات نطويو ندخلوا المئزر يعني داخل بين البي يعني ونخيطوا. الصوره يعني راهي واضحه. هنا نثبتوا الخياطه. هنا سيو البنات الكتان ندخلوهم مليح في البي، ما تخليوش يعني جهه خارجه ولا من بعد يجيكم يخرج لكم القماش يعني. خدموا بالشوي برك حتى تخلصوا القطعه تاعكم كيما راكم تشوفوا فيا يعني. نخدم بالشوي برك باش كي نثبت مليح البي باش ما يستنسرش من بعد هكذا.
تكملوا كامل الطريق. هنا وصلنا للكتف، يعني هنا باش تشوفوا الصورة باك انا في الكتف. دوكا نروحوا للرقبة تاع الخلف كما راكم تشوفوا فيها، يعني نحشر في الكتان لداخل. هنا يعني توضح نوضح لكم اكثر. هنا نطوي الواحد سنتيم على الاخر ثاني نفس الشيء باش كي تجي الخدمه فينيه، ونعاود نطويها وندخل الكتان مليح هكذا ونخيط. هذه هي البنات، يعني الطريقه هذه سهله في البي. ما حبيتش نديركم طريقه يعني اللي صعيبه. كاين طريقه اخرى تخيطي على الوجه ومن بعد تعاودي تقلبي البي تاعك. هذه الطريقه المبتدئات يخيطوها يعني ويجيكم باهي هكذا البنات. نحيو الخيوط الزايده ديما. هذه هي البنات. هنا نجي ثاني نفس الشيء ندير البي ثاني في الذراع جهة الإبط. هنا البنات نخدمو ثاني نفس الطريقة. نعاود يعني معاكم شوية نحطو البي هكذا. هنا ما نثنيوش البنات ديريكت ونحطو البي تاعنا داخل القماش. هنا كما قلت لكم ديما القماش سيو كيف تدخلوه. شوفوا البنات انا راني ندخل فيه مليح ونخيط. يعني هنا تجيكم الحردة يعني مفصلة كيما تجيكم يعني مفصلة عادي، ما تجيش تقولوا تجي معوجة. هنا البنات بعد ما كملت الخياطة تاعنا البنات شوفوا كيفاه جات يعني فينيا. هذه هي جات يعني مليحة جيت المانش. اما هنا البنات نجي نغلق الجوانب. هنا البنات نغلق الجوانب عادي. هنا الجيوب برك البنات سقموهم يعني باش ما يجيكمش معوج كي تخلصوا الخياط. كما راكم تشاهدوا نسيو نسقمو مليح الجيب تاعنا ونحطوه ونخيطو عادي طريقه سهله هكذا. نطرحو مليح يعني القطعه تاعنا مليح باش كانت ما تجيش مكمشه ونخيطو هنا هكذا حتى نغلقوا الجوايه في زوج، يعني الجوانب نغلقوهم في زوج. هنا بعد ما نغلقوهم البنات لازم ندير لهم سورجي، واللي ما عندهاش سورجي دير كفه هنا يعني قبل ما تخيط. هنا شوفوا كيفاه جاي يعني باش تكون الصوره واضحه. هذاك الجيب شوفوا نحكموه مع الجوانب مع الجوانب يعني، ونفس الطريقه للجهه الاخرى. هنا البنات بعد ما كملت الجهتين في زوج يعني شوفوا هنا هذه الجهه اللي تجي من الاسفل هذا هذه من الفوق يعني. هنا هذه الجهه الفوقانيه اللي نخدموا فيها لي بوطون تاعنا. يعني هنا الفوق اللي نخدموا الحفاري تاع القفالي كما راكم تشوفوا نديرو حنا 4 برك. هنا نعينو بلايصهم لازم نعينو البلايص تاع القفالي. هنا الاولى تجي من الفوق كما راكم تلاحظوا نعينو البلاصه تاعها نديرو نقطه. من النقطه هذيك البنات نهبطوا بين كل قطعه 13 سنتيم. بين قفله وقفله نديرو 13 سنتيم هكذا. يعني هذه هي يعني اللي حبت تقربهم كثر دبر راسها. المهم انا من الاحسن يعني ديروا 13 سنتيم بين قفله وقفله تكفي يعني تجيكم يعني قد تشوفوا يعني كيفاه تجيكم الشكل تاعها يجيكم باهي. ولا القفالي تقدروا ديروا في النوار اللي عندها في النوار ولا لقات في النوار دير في النوار تجيها باهيه ثاني. هنا البنات باش نخدموا حنا الثقوب هذوك تاع القفالي. هذه القفله فيها 2 سنتيم حنا نزيدو نصف سنتيم. القفله فيها 2 حنا نزيدو واحد نصف سنتيم هكذاك ونعينو البلاصه تاعها ولا اقل من نصف سنتيم يعني تقدروا ديروا 4 مليمتر ولا 3 مليمتر هكذا نعينو القطعه تاعنا. هنا البنات نحتاجو واحد 3 مليمتر برك نصف سنتيم وبزاف يعني هكذا. هذه هي البلاصه اللي نسحقوها يعني لي بوطون. هنا نوريكم يعني الطريقه في الماكينه هذه. كان اللي يستعملها في الماكينات الصغار هذوك يعني عندهم الرجل تاع القفالي اللي يخدموا القفالي. اما هذه الماشينه يعني ما كانش بصح كاينه طريقه هذه يعني خير من والو كما نقولوها. المهم خير من والو. هنا البنات نجيبوا هنا نقصوا البنات نديروا 2. هنا في الغرزه البنات نديروا 2 ونبداو نخيطوا. الغرزه تاعنا نديروها 2 برك ونبداو نخيطوا. هنا نبداو البنات نبداو وين عينا الطبشور ونخيطوا
هكذا وندورو هكذا ونقعدو ندورو البنات بهذه الطريقة 5 دورات ولا 5 دورات ولا 6 يعني حتى يعني حتى تولي البلاصة هذيك متينة شوية هكذا 5 ولا على حسب واش قدرتو 5 ولا 6 7 هكذا حتى 7 نورمال. هنا تدورو يعني تقعدو غير دورو في نفس البلاصة يعني حتى تولي لكم البلاصة هذيك متينة هكذا. هنا البنات ان شاء الله الصورة تكون واضحة. هنا بعد ما خلصت هنا البنات نحيو الخيوط هذه الزايدة كامل. انا نوريلكم يعني كيفاه جات. ها هي البنات ومن بعد نفتحوها لداخل. انا عندي هذا اللي نفتح به يعني ما هكذا كما راكم تشوفوا به يعني موس اللي يفتح القماش. هنا ندخل الابره تاعي هكذا ونخدم مقص تاعي ونخدم ما هكذا ونحل القطعه تاعي كما راكم تشوفوا. هنا نجيب القفله يعني وشوفوا ها جات قد يعني. هنا نحيو هذا الزايد من بعد بالمقص نحيو كامل هذا الزايد ونكملوا بهذه الطريقه البلايص اللي قعدوا يعني بلايص كامل نكملوهم بهذه الطريقه. هنا البنات بعد ما كملت نطبق نحط القطعه فوق بعضهم ونديرو بستيلو البنات في المنتصف هكذا باش تخرج لنا من الاسفل. كي تخرج لنا نزيدو نمشيو شويه البنات هكذا نعينو هنا في المنتصف هكذا. بعد ما عينا النقطه مشينا شوي نزيدو نمشيو شوي 2 ملم برك نعينو المكان اللي لصقوا فيهم القفالي كما راكم تشوفوا راني ركبت يعني وحده. هنا البنات نجي نركب يعني اللي ما تعرفش يعني نركبوا القفله تاعنا نحطوا البنات ندخلوا الابره من الاسفل هكذا ونعاودو ندخلوها في الحفره اللي قدامها يعني الثقبه اللي قدامها يعني المبتدئات اللي ما تعرفش اللي تعرف عادي. ابره ندخلوها من الاسفل نعاودو ندخلوها في الثقبه اللي قدامها يعني ونعاودو نخرجوا من الاسفل نفس الطريقه ثاني نعاود نخرجها في الثقبه اللي قدامها ونعاود ندور يعني ندير قدها ندوره قريب 5 دورات عفوا قريب 6 دورات ولا 7 حتى نثبتوا القفله تاعنا. هنا بعد ما خلص يعني جبت البنات نوريكم لي موتيف يعني شوفوا تجي هذه باهيه يعني اشكال كامل جاو باهيين يعني معها كيما راكم تشاهدوا. واللي حبت تلصق في الجيوب تلصق في الجيوب. انا حندير هذا الفوطو اللي حبت تدير هنا دير هنا ثاني البنات بصح لازم يكونوا كيف كيف الجيوب هكذا. كيف نلصقوا حنا هذا الموتيف نجيبوا قطعه يعني تاع قماش ولا اي قماش عندكم يعني حطوه فوق الموتيف ونجيو نحدو هكذا بالحديد برك يعني بلا فابور برك يلصق هكذا كما راكم تشوفوا يعني الصوره راهي توضح لكم هكذا حتى نلقاوها لصقت يعني ثم تلصق البنات يعني هذه النوعيه مليحه ثم تلصق لكم هكذا كما راكم تشوفوا الصوره راهي توضح. ولي موتيف خيروا كما تحبوا. هذا هو الموديل تاعنا البنات دوك نوريه لكم يعني ان شاء الله هي يكون نال اعجابكم وان شاء الله تكون طريقه سهله يعني ومبسطه وخاصه للمبتدئات يعني البنات تقدروا تخيطوا اي وحده تقدر تخيطوا يعني ما تقوليش واعر ولا راه ساهل خلاص بداي تخيطي فيه وربي يوفق ان شاء الله. وما تنسونيش باللي جام ولي كومونتير وبارطاجيو البنات لي فيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.